السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو حماسي وتشجيعي تكمله للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات نظفنا مع بعض المطبخ وظبطناه وحضرناه لاستقبال رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده الفيديو هيبقى تكميلي تنظيف بقيه الشقه. بدات بالاوضه الاطفال. اول حاجه بس ما تنسيش تحطي اللايك والاشتراك وتسيبي لي كومنت تشجعني تحت الفيديو. دخلت على اوضه الاطفال. طبعا كنا لسه بقى في اول اليوم، كنا لسه صاحيين، فلميت اللحاف والبطانيه طبقتهم كده وخليتهم بره، ولميت شويه اللعب اللي في الاوضه. وبدات هنا جبت المقشه الخشنه دي وكنست المشايات بتاعه الاوضه كويس جدا جدا. وبعد كده لفيتها زي ما انتم شايفين، وهبدا يعني هخلصهم. بس الاول انا جبت هنا طبق كده او بلاستيكه فيها ميه، ميه نظيفه عادي من الحنفيه، وحطيت عليها شويه كلوريكس الوان وشويه صابون منظف كده او مطهر خفيف قوي. وكنت باخد المقشه احطها جوه الميه دي وانشفها او اعصرها كده شويه، وبمشي بيها كاني بكنس المشايات والسجاد زي ما هتشوفوا معايا في بقيه الشقه. الخطوه دي بتخلي لو في اي تراب او شعر او حاجات خفيفه كده او خيوط او حاجه بتتلم في المقشه، وبتخلي كمان السجاد كده شكله ينور كده وريحته تبقى حلوه. طبعا باخدهم احطهم على سور البلكونه شويه في الشمس، وما بياخدوش نص ساعه بتكون الحاجه نشفت، وبرجع افرشها تاني بتكون نشفت ما فيهاش اي مشكله. فجربوا الخطوه دي وقولي لي رايكم. انا بعد ما كنست الارض ومسكت الفوطه ولمعت بقى الخشب السرير وفي الاول كنت اول ما ابدا قبل ما ابدا التصوير يعني كنت منظفه الشباك برضو. وهنا اهو بمسح الباب ومسحت الدولاب وكل حاجه. كنست التراب الناعم من على الارضيه. وبدأت بقى كنت عايزة امسح كده من ورا او زي ما انتم شايفين، عايزة امسح كده الرسمة اللي ورا الحيطة دي او ورا الكومودينو اللي في النص ده. مسحتها وجبت برضو بنفس خلطة المية والمطهر دي، وبدأت احطها على البلاط بقى او السيراميك، وبالمقشة الخشنة برضو بقيت بمسح كده وادعك كويس قوي في الارضية منها تجديد برضو نظافة وريحة. وبرضو لو في اي بقع في السيراميك او حاجة بتنضف يعني من المقشة. وطبعا كنت بجيب الفوطه بقى اللي هي الموب العاديه دي، اليد الموب بالفوطه اللي فيها، وكنت بنشف الميه دي. الموضوع ما اخدش معايا بصراحه نص ساعه في الاوضه، حتى اعتقد اقل من نص ساعه كانت الاوضه نظيفه. يعتبر بقى مسحت الاوضه كلها وقلت انشفها، حتى غيرت الغيار بتاع المساحه دي، غيرته اهو، نشفت من الميه، بس برضو هسيبها تنشف هي براحتها. بعد بقى تقريبا نص ساعه رحت بقى جايه مغيره الملايات، وبدات بقى ارجع كل حاجه مكانها تاني. رجعت البطانيه ورجعت اللحاف، وكانت الفرش ده كان على البلكونه زي ما قلت لكم كان نشف. رجعته بقى، هو ما بيبقاش مبلول يعني، هو بيبقى مندي خفيف كده، كان نشف بقى. رجعته مكانه. وهنا كانت الغرفة خلاص خلصت، الأوضة كل حاجة رجعت مكانها واتظبطت وريحتها بقت فلة. والحمد لله خلصت بقى هنا. بصراحة بقى رحت اتغدينا وخلصنا وكده، كان الليل دخل بصراحة. جيت على المكان اللي هي صالة التوزيع اللي عندي او المكان اللي احنا المعيشة بتاعتنا، شلت الكفر زي ما انتم شايفينه، هحطه بقى في الغسالة. وان شاء الله تاني يوم يعني المكان ده الفيديو ده اتصور على يومين، انا حطيته في الغسالة على اساس ان اغسله تاني يوم وانشره. والسجادة دي انا كنت شلتها بقى خالص. هتشوفوا حتى في اخر الفيديو هفرش حاجة تانية. شيلتها خالص لان هي محتاجة تروح المغسلة تتغسل. الستاير كنت نزلتها وغسلتها. وهنا برضو كنست، انا كنت مخلصه معاكم المطبخ بس ما كنتش لسه فرشت السجادة بتاعته، كنت حاطة فيه فرشة كده قماش كده لحد ما السجادة تنشف، لاني برضو كنت غسلتها. عملت نفس الخطوات، جبت برضو المية بالمسحوق الخلطة اللي انا عاملاها، وبقيت احطها في الارض وبالمقشة الخشنة كده. كنت بدعك كده الارضية وبجيب المساحة اشد اي مية زيادة ادخلها على الحمام. الغرفة النوم انا كنت مخلصاها مع نفسي برضو في اليوم ده، كنت حتى حاطة في الارضية اهي لو انتم ملاحظين فوق السجادة حطيت ملاية موجودة عندي، قلت بس عبال ما اخلص الشقة عشان السجاد يبقى نظيف. عملت برضو السجاد بنفس الطريقة. بعد ما كنت مسحت هنا الارضية حسيت كده ان الحيطة مش كويسة، قلت اجيب الليفة الخشنة وبالصابون كده واغسل الحتة اللي انا حاساها مش قد كده يعني. بس وجبت فوطه نشفتها زي ما انتم شايفين، وهرجع بقى امسح الارضيه تاني. كنت بقى بالمره قلت طالما كده كده فشلت الفرشه بتاعه المطبخ، ورحت مسحاه برضو بالمساحه دي.
خلصت بقى خلصت المكان وسبته ينشف برده تقريبا نص ساعه او حاجه. كانت الارض نشفت تماما. جبت بقى الكفر ده حطيته هنا، هو كفر تقيل كده ومبطن. وبرده انا لو اخدتوا بالكم المطبخ كده برده فرشت الفرشه بتاعته، جبت السجاد كان نشف وبس. وبدات بقى احط الكفرات اللي هي الشلت او المراتب بتاعه الركنه بتاعتنا، القاعده بتاعتنا. كنت انا شلت الكفرات دي كلها، غسلتها اليوم اللي قبله ونشرتها برده في الشمس. طلعت بصراحه فله يعني، وحسيت كده ان هي نضفت. كان بقالي فتره كبيره قوي ما فكتهاش. تمام. رجعت بقى كل حاجه مكانها ورصيتها اهو. بس كانت الركنه كده خلاص خلصت وكل حاجه خلصت. لو انتوا واخدين بالكم الدنيا مظلمه بره. اخر اليوم بقى اكتفيت على كده بقى الحمد لله. صحينا بقى تاني يوم بنفس النظام. قلت بقى اطلع على الريسبشن برضو. بدات كده بالفوطه امسح الترابيزات وامسح الحاجه اللي موجوده عليه. قلت كده بصوا بعد ما مسحت الرماد بتاع البخور وقع على الترابيزه تاني، رحت راجعه مسحها تاني، مفيش مشكله. بس كده اهوت بطلعها بقى كده. وهعمل في السجاد ده نفس اللي انا عملته في السجاد بقيه الشقه. تمام. انا كنت يعني من كام شهر قبل دخلة الشتاء كده كنت غاسله الجزء اللي جوه بتاع السجاد كده، بتاع يعني سجاد اوضه النوم، سجاد اوضه الاطفال، كذا سجاد كده كنت غاسلاه في المغسله. كان فاضل بس بتاعه صاله التوزيع باذن الله او المعيشه بتاعتنا باذن الله هوديها تتغسل. والسجاد اللي في الريسبشن ده هو يعتبر نضيف، بس انا قلت برضو ايه اكنسه كده بالمقشه واعمل فيه نفس الخطوه بتاعه الخلطه بتاعه الميه والمنظفات دي والمعطر طبعا. وبدات برضو من فوق الوش كده زي ما انتم شايفين. بصوا في كل الاتجاهات بجد، لو في اي شعيرات او في اي حاجه زياده مش عايزاها هتلاقيها اصلا السجاده بقت بتبرق قدامك، يعني طالما هي نظيفه وما فيهاش بقع. فاهمين قصدي؟ بس لميتهم بقى كده اهو. هبدا ادخلها هي كمان. كان اليوم ده ما شاء الله الشمس طالعه قويه وحلوه اهو. عملت نفس الخطوات. السجاد بصراحه اليوم ده كان جد اتشمس بقى على الوشين، وكان يعني قعد وقت طويل قوي قبل ما انا خلصت الريسبشن كله. خلصت الريسبشن بقى، خلصت السجاد زي ما شفتوا. مسحت بقى الخشب بتاع الشقه كله ودخلت على السفره برضو امسح الخشب بتاعها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم. تمام. مستنيه كده واشوف تعليقاتكم الجميله. كنت بوريكم الجهاز ده بتاع الجلسات بتاعت ابني، ربنا يعافيه ويشفيه ان شاء الله يا رب. بس قلت بقى امسح اي انتيكات وامسح كل الخشب والحاجات زي ما انتوا معايا كده. خلصت بقى الحاجات مع نفسي ومسحت برضو السفره كده مع نفسي اهو. ورحت جايه على السجاده. طبعا السفره تقيله جدا 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 ما بقدرش اشيلها، فالسجاده دي للاسف بعملها في مكانها كده. كنستها برضو بس ما رضيتش بقى ايه احط عليها الخلطه بتاعه الميه دي علشان ما كنتش هعرف اطلعها في الشمس يعني. بس هي كده كده سجاده نظيفه. بالمقشه الناعمه دي او المكنسه الناعمه دي بقى لميت كل التراب الناعم اللي في السيراميك اهو. وهاجي بقى برضو بالميه والخلطه اللي باقيه ورحت حطها على الارض. وبالمقشه الخشنه برضو دعكت الارضيات كلها. بصوا بقى الاسدال كان بيتغرق ميه وانا بتحرك فيه لان هو طويل شويه. مش مشكله، المهم الدنيا تنضف يعني، والتنظيفه بقى جميله وعميقه كده نستقبل بيها رمضان. بس بالجنب التاني برضو عملت اهو نفس النظام من تحت الكراسي من كل الزوايا. يعني مش عايزه اقول لكم الارض هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. الارض هتلاقوها بتبرق كده وبتلمع بقى ايه جديده يعني. بس وكنت بقى لما بخلص المقشه بجيب المساحه كده واشد. طبعا ايه يعني الارضيه كلها كانت ما فيش اي سجاد او اي حاجه، فكنت بشد الميه الزياده دي بدخلها على الحمام على طول. الحمام في الطرقه يعني. بس وجبت المساحه برضو الموب دي مسح الارض. وبرضو كان بقى سبتها تنشف بقى براحتها قوي. ورحت غيرت الاسدال بقى، كانت بل كله متغرق. ودخلت كل حاجه من البلكونه. عايزه اقول لكم كراسي السفره اتشمست والسجاد اتشمس وفرش كتير والستاير غسلتها واتشمست يعني. حتى هتاخدي بالكم دلوقتي الستاير مش موجوده. غسلتها ونشفتها يعني. اليوم ده الغساله بتاعتي اشتغلت كذا مره. انا عارفه ان ده غلط بس كنت مضطره بصراحه. بس فرشت بقى الدنيا زي ما كانت. قلت بقى الكفر ده اللي كان في المعيشه جوه احطه هنا. دلتهم هما الاثنين. قلت عشان التايجر ده مبطن وتقيل، وانا شلت السجاده ومعيشتنا كلها جوه والجو لسه برضو برد شويه، كاتم اي بروده من السيراميك او كده. ورجعت بقى هنا اهي كل حاجه وكده. بقى قلت اعمل لكم جوله في الشقه بعد ما خلصتها. نبدا كده مع بعض. هنا باب الشقه اهو. اول ما بدخل من باب الشقه طبعا مسحته وظبطته خالص. واول ما بندخل من باب الشقه كده على اليمين بيبقى فيه الغرفه بتاعه السفره. انا بخلي عربيه الاطفال دي موجوده هنا
هنا دايما جنب الباب عشان وانا نازله اخدها، وده الستاند بتاع التصوير، فخلوا الجنب ده كده على بعض. هنا بقى السفره اهي، انا مسحت كل حاجه معاكم، وطبعا المفارش لميتها كلها غسلتها. وبصراحه انا بقى هشيلها عشان كل سنه وانتم طيبين، يعني بقى هنحط مفارش رمضان وزينه رمضان وكده، فقلت بقى خلاص اغسلهم واشيلهم بقى بعد العيد ان شاء الله، نبقى نحطهم نضاف يبقوا مغسولين ومتظبطين. فمسحنا الانتيكات ومسحت كل حاجه. الستاير دي انا نزلتها وغسلتها وعلقتها تاني، والسفره اهي طبعا عملت معاكم بقى كل حاجه. الجنب التاني بقى برضو الستاره نزلتها ونضفتها، ونضفت معاكم زي ما شفتوا بقى السجاد والكراسي وكل حاجه. وهنا الصالون برضو اهو السجاد، بصوا اللي انا عملته معاكم ده بقى فله وخلوا ريحته حلوه ومنعش كده وجديد، وطبعا اتشمس في البلكونه فكان حلو. انا بقى حطيت الكفر ده هنا، غسلته وحطيته هنا مؤقتا كده لحد بس ما الاجواء بتاعه البرد دي تهدى، وخلي البلاط باين او السيراميك باين اكتر. يعني هو المنطقه دي بتبقى معظم السيراميك فيها باين، انا بس مغطيه دلوقتي علشان البرد وكده. تمام، ادي كده المكان اهو كل ده اتروق معانا. بصوا انا برجع لورا شويه كده عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اهو هنا باب الشقه، وبندخل من هنا على السفره. قدام باب الشقه على طول بيكون في الصالون اللي انا حطاه والانتريه كده هنا. تمام كده خلاص ظبطنا. تعالوا بقى ادخلوا معايا هنا، بصوا السيراميك بيلمع ازاي بيبرق. حطيت بقى المشايه دي هنا كده، طبعا الحته دي بخليها او المكان ده بخليه فاضي علشان باب الشقه يعرف يتفتح. تمام، الستاره دي برضو نزلتها وغسلتها وعلقتها تاني. دي الطرقه عندي، بندخل بقى هنا على الطرقه نفس الكلام برضو. الجزامه مسحتها وظبطتها، والارض عملتها معاكم وفرشتها. انا برضو شايله السجاده وحاطه هنا على الارض على طول، حاطه الكفر ده على الارض على طول. المفرش برضو بتاع هنا برضو هنعمل هنا برضو مفارش رمضانيه وكده، وهتشوفوا معايا. اول بقى ما بندخل من الطرقه بيبقى فيه اوضه الاطفال. اوضه الاطفال اهي زي برضو ما رتبتها معاكم وظبطتها معاكم. طبعا احنا يوم تاني، يعني التصوير بقى الجولة دي في يوم تاني غير يوم التنظيف، فحاولت اظبط الدنيا يعني، اتحركنا بقى وتعايشنا في الشقة يعني. تمام، بصوا دي اباجورة علشان النور لما بيقطع، وعلبة المناديل وحصالة. وهنا بقى اللعب اهي، والدولاب اهو، والشباك برضو مسحته وغسلت الستاير وكده، وباب الأوضة اهو برضو. بس رجعنا هنا بقى في الطرقة تاني داخلين اهو. هنا بقى بندخل هنا الحمام او التواليت، برضو ظبطته ونضفته اهو. يعني مش محتاجة بقى جولة يعني، غسلت الستاير والشبابيك والحيطان وظبطت كل حاجة، وغسلت الفرش بتاع الارض ظبطته انا بقى مع نفسي. تمام، هنا بقى ندخل هنا بقى على الركنه اللي احنا اللي احنا بنقعد فيها قعدتنا كلها. الكفر ده هو بقى اللي كان بره طول الشتاء، كمان لايق بقى بني مع بني، لايق مع الايه مع الركنه. انتوا شفتوا معايا وانا برص الركنه، انا فكيت الكفرات البني دي كلها، فكيتها وغسلتها في الغساله، ورجعت طبعا ايه حطيتها تاني، وغسلت الستاره، نظفت الدنيا. معلش بقى على الاصوات عشان الشباك مفتوح. تمام اهو، المشايات كلها غسلتها. بصوا برضو انا عملت حاجه، اخدت الكوشنز دي غسلتها في الغساله. هو انا مش عارفه هي عملت كده ليه، هو ده تقريبا من المسحوق يعني، هي دي مش بقع ولا كلور ولا حاجه، بس ده من المسحوق. لو حد يعرف حل ليها، بصوا اهي حاولت ابينها لكم، مش عارفه عملت كده من المسحوق، علامات بيضه كده. شطفتها تاني بس برضو ما طلعتش يعني، مش عارفه بقى ليه بصراحه، زعلانه قوي عليها. بس غسلت المشايات دي كلها اهو. دي قعدتنا زي ما قلت. وهدخل بقى على الوش هنا في المطبخ، واحنا داخلين هنا كده على المطبخ. ادي الباب بتاع المطبخ برضو مسحته وظبطته، الباسكت مسحته وغسلته وظبطته طبعا فضيته. وهنا الجزء اللي بعلق فيه المقشات والفوط والحاجات برضو مسحت كل حاجة. النيش ده كنت منزلاه كله ومسحته وغسلت المفارش ورصيته تاني. المطبخ تمام. عايزه بقى افتح معاكم تشوفوا معايا انا عملت ايه. اول ما بندخل هنا بصوا في هنا كده، حاطه هنا الاتنين دول كده مش بستخدمهم بس حطاهم كديكور يعني، وده صب صغير. وحاطه هنا طقم قهوه كده برضو مش بستخدمه كتير بس حطاه كزينه والوان وكده. تمام، عملت معاكم المطبخ ده كله. حطيت المصفى دي
حطيت فيها ادوات التوزيع والحاجات السكاكين وحاجات انا بستخدمها اهي. وهنا الكاتل، وهنا طقم السكاكين غسلته وحطيته، وهنا طقم التوابل شفتوه معايا وانا بظبطه. بصوا هنا المطبقية بتاعتي فوق الحوض اهو، حاطه فيها الحاجات اللي انا بستخدمها على طول باستمرار اهي حطاها. تمام، ده شكلها. هنا عندي الرف ده كده بيبقى جوه السخان. هنا بقى اول رف كل ده نزلته وغسلته وفرشته. بصوا حاطه فيها الجانب ده والدولاب ده بستخدمه على طول. بيبقى النسكافيه، البرطمان ده قديم علشان بس احنا منقطعين، البرطمان ده قديم بس انا بحط فيه النسكافيه بتاعي برضو. حاطه هنا بقى المشروبات اللي بنشربها، شاي سكر، شاي اخضر، المج الحراري بناخدوه واحنا نازلين، كوبايات العصير البلاستيك كده يعني. تمام، دي اول رف. تاني رف فوق اهو، بصوا حاطه فيه مجات الشوربه. بعد كده اهو الشباك اهو، دي علامات ميه عايز تتلمع لكن هو نضيف يعني. الشفاط، البوتاجاز عليه حله بطاطس مسلوقه، والبراد لسه بقى عايزه اغسل العيون بتاعته كده غسله محترمه، بس مستنيه بقى اخلص الهم حاجه كده في التفريزات اللي انا هعملها معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شويه تاتشات كده صغيره، وبعد كده هاخد بقى الحوامل والبوتاجاز ده انا مسحاه وغسلاه بس يعني اتبهدل تاني، فهخلص اللي انا بعمله واغسله بقى غسله محترمه. وطبعا غسلت الفرن بتاعه معاكم. هنا الدرج الصغير ده حطيت فيه كده الحاجات اللي بستخدمها، المعالق وشوية حاجات برضو الكبشة، يعني شوية حاجات شايفينها دي، معلقة غرف كده. وهنا تحت الدولاب بتاع الزيت حطيت فيه زيت الاكل وزيت القلي والماسكات والفوط الصغيره والماسكات بتاعه الايه الصواني والحلل وكده. الجنب ده تحت طبعا هنا في الغساله، الجنب ده تحت الحوض انا مش انا وريته لكم في الفيديو وما فيهوش اي حاجه اهو. شويه منظفات اهو، المنظفات والسبت بتاع البلكونه، وده التانك بتاع الفلتر يعني حاجات اهو. مسحت برضو المكان ونضفته معاكم. علبه السمنه، المناديل، الميكرويف اهو، والمج اللي فوقيها ده. تمام، هنا بقى فوق جنب الشفاط على طول الدولاب ده اهو، حطيت فيه بقى الازاز اللي احنا هنستخدمه في الخشاف وفي الحاجات بتاعه رمضان دي. الزبادي هنا في مثلا في الطقم ده الزبادي اهو، الزبادي بنعمله هنا، خشاف مثلا هنا او هنا برضو يعني بقى نشكل مع بعض. هنا ده طقم الشاي بلبن، وهنا برضو الحاجات دي بستخدمها في الزبادي اهو. والاطباق الصغيره دي بتحط فيها مخللات او صوص او اي حاجه اهو. ده كده اول رف. بعد كده هنا اهو حطيت هنا من البايركس دول هنا اهو، ودي اطباق كده عندي ميلامين، والمج ده هنا برضو حطيت شويه حاجات ما بستخدمهاش. تمام، بعد كده هنا اهو طقم السمك، وهنا طقم العشاء بقيته في المطبقيه. المطبقيه محطوط فيها اللي انا بستخدمه والباقي حطاه هنا. بعد كده هنا الاركو بايركس اهو، شفتوه برضو معايا. تمام، برضو الحاجات دي بستخدمها استخدام قليل، اللي انا بستخدمه اكتر في المطبقيه فوق الحوض اهو. بقيه الطقم اهو، وهنا برضو بقيه الطقم اهي. بقيه الاطباق انا قلت لكم هو طقم ما شاء الله كبير فمتوزع على كذا دولاب. تمام، بعد كده هنا حطيت هنا الميزان بتاع الطعام والادوات بتاعه الكاتشن ماشين، هنا بقيه القطع بتاعته. وهنا برضو خلاط، وهنا بحط مناديل المطبخ، وده مج حراري. هنا برضو اهو ده طقم برضو اركوبال بستخدمه، وده مجات مش بستخدمها كتير فحطها هنا. وطقم الصواني التقديم، وطقم القطاعات. حاطه هنا رف كده، ده بقيه الاستيكر بتاع التوابل حطاه هنا مؤقتا، وده اللانش بوكس بتاع ابني. وحاطه بقى على الرخامه، حاطه هنا الصاج بتاع الفرن والصينيه بتاعه العشاء، وحاطه هنا اهو العجان والهاند بلندر وطبق الفاكهه، وده تمر بقى بتاع رمضان، كل سنه وانتم طيبين. والكيتشن ماشين اهي، دي كده الرخامه اهو كده. شفتوا الجوله اللي هنا كده اهو.
هنا بعد ما جينا هنا بقى الجنب ده، ما وريتلكمش الجنب اللي تحت جنب البوتاجاز برضو. اول حاجه اهو الدولاب ده، هنا الرف ده فيه بلاستيكات بستخدمها، وهنا صواني بلاستيك والرز اهو، والرف اللي جنبه اهو برضو الحلل اللي انا بستخدمها، وهنا برضو شوية رفايع كده وحاجات بستخدمها ستريتش، ورق السوليفان، ورق الزبدة، صواني البيتزا، حاجات من دي اهي. وبعد كده برضو الرف اللي وراه او الدولاب اللي وراه هنا اهي الحلل الجرانيت، حلل الجرانيت اللي بستخدمها، وهنا الطاسات والجريل اهو. بعد كده بقى الادراج، اول درج هنا اهو عاملاه المعالق والسكاكين منظم كده، شويه الحاجات دي الاستكات بتاعت الشيش طاووق اهو. والدرج اللي بعديه شويه بلاستيكات برضو رفايع كده بتستخدم الصفايات والمعالق المعياريه والقمع وكده. والاخير ده بقى فيه اهو برضو اطقم توزيع وشويه حاجات برضو استخدامي ليها قليل شويه حطها هنا. بعد كده الرف اللي قلت لكم عليه بيبقى دايما قدامه السلم، حاطه فيه شويه الرفايع دي اهي. بعد كده اللي وراه حاطه فيه البرامات الفخار هنا في الرف ده، وهنا برضو مشمع واطباق الفل اللي بستخدمها، برطمانات، حاجات من دي. واخر رف معايا هنا قبل التلاجة ده كيس فحم، زيت، رقاق، سمنه، حاطه فيه الحاجات دي هنا. وده الكرسي اللي بحطه او بيتقلب سلم، والفوط بتاعه المطبخ. بس كده نرجع بقى تاني على التلاجة، نضفتها معاكم. بعد ما طلعنا من التلاجة بيبقى في دولاب الخزين، هنا بحط الطبلية بالفرشة دي، الفرشة دي بنحطها وناكله عليها هي والطبلية. بصوا بقى هنا حاطة هنا دي اكياس زيادة عندي بحتاجها برضو فحطها هنا، ده بتاع علبة المسحوق الغسيل اوتوماتيك. فوقيها بقى دولاب الخزين اهو. بصوا بقى اللي انا عملته ده، عملت ارضيات بالكرتون وغلفتها بالستيكر اللي كان او بالمفارش اللي كانت جوه الدواليب، عملت الشكل ده كده اهو. خلاص كده بس حاطه هنا ده الكفر بتاع الميكرويف القديم، حطيته بقى، حطيت فيه كراسه الوصفات اللي انا بكتبها، والجنب التاني فيه كراسه هنا كراسه الوصفات، والجنب التاني فيه كراسه طلبات الشهر. واخر حاجه بقى في المطبخ هي الدولاب ده او النيش ده، افتحوا برضو معاكم شوفوه نظرة كده، نلقي نظرة اهو. وده الشكل النهائي بقى للمطبخ بعد ما نضفته وفرشته. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون شجعكم، كل واحده كده تقوم تتنشط وتخلص اللي وراها قبل رمضان، نستقبل رمضان باجواء حلوه وجميله. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسيش لو الفيديو عجبك حطي اللايك والاشتراك بتاعك في القناه، ما تنسوش تدعوا لي، وربنا يا رب يجعله شهر خير وبركه علينا جميعا، اللهم امين. ويلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا مع السلامه.